السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطيره البريوش اللي انتوا شايفينها اللذيذه دي. قطنيه وهشه مورقه وطعمها لذيذ جدا جدا رغم بساطه مكوناتها موجوده عندنا كلنا في البيت. يعني هنعمل حاجه حلوه بمكونات بسيطه بدون اي مجهود. هتحسوا كده ان انتوا بتاكلوا باتيه او كرواسون بدون خطوات التوريق الكتير اللي كلنا مش بنحب نعملها. بص كده قطعت لكم قطعة علشان تشوفوا منها هي قد ايه مرقة وخفيفة وعاملة زي القطن بالظبط. تحسوها كده طبقات ورا طبقات اسفنجية وهشة جدا ومرقة. بجد طعمها ما يتشبعش منه. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول في تجهيز العجينة. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا فيها ولايك وشير اذا عجبكم الفيديو. هنحتاج لكوباية الا ربع من اللبن الدافي. هنزود عليها 3 معالق من السكر وباكو من الخميرة الفورية. ولو الخميرة اللي عندك باكت كبير يبقى هتحطي معلقة كبيرة. بعد كده هنزود عليها بيضة بدرجة حرارة المطبخ. مش هناخدها من التلاجة على طول نستخدمها علشان ما تأخرش نشاط الخميرة. هنقلب المكونات دي كلها لحد لما البيضة تدوب في الحليب والمكونات. بعد كده هنزود عليها كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم رشة ملح ودي أساسية. هنبتدي نعجن لحد لما الدقيق يختفي تماما والعجينة تبتدي كده تلم. واخر مكون هنضيفه معلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ برضو، يعني يكون كده لينة وطرية. اول لما بنضيف الزبده بنحس كده ان العجينه فرولت وقطعت. ما تقلقوش خالص، احنا هنعجن لمده 10 دقايق وبعد كده العجينه هتلم تماما وهتديني عجينه ناعمه ما بتلزقش. يعني هتوصل للقوام اللي هوريه لكم ده دلوقتي. بعتذر جدا عن الاضاءه، كان في مشكله فيها بس انا ما عرفتش احل المشكله يعني. المقطع ده طلع كده يعني مش مريح شويه للنظر. عجنت العجينة لحد لما وصلت للقوام الناعم الطري ما بيلزقش. وغلفتها بمعلقة واحدة بس من الزيت وغطيتها وركنتها في مكان دافي لحد لما خمرت. خدت تقريبا ساعة لحد لما وصلت تضاعفت، يعني حجمها تضاعف وبقت بالشكل ده. على رشة دقيق هاخدها على مفرش العجن وهبتدي افردها على شكل مستطيل بقدر الامكان كأني كده بعمل سينابون بالظبط. الاول هفردها بايدي وبعد كده بالنشابه، واحاول اخلي سمكها كل واحد، يعني ميبقاش جزء رفيع وجزء تخين علشان تطلع مظبوطه معايا. هفردها وزي ما قلت لكم على بقدر الامكان نخليها على شكل مستطيل. بعد كده هسيح معلقه واحده بس من الزبده وبالفرشه كده هبتدي ابطنها او امشي عليها كلها بالفرشه لحد لما تتغلف بالزبده. وده اللي هيخليها تطلع هشه جدا ومورقه بدون خطوات التوريق الكتير. وكمان هيساعد على ان الحشوه اللي هحطها تلزق فيها وتتماسك وما تقعش. كده تمام، دهنتها غلفتها كلها بالزبده، ما خدتش اكتر من معلقه واحده بس. ومعايا بقى برتقانه هبتدي كده ابشرها. هاخد القشره الرفيعه خالص اللي من على الوش، مش هوصل للابيض علشان ما تمررش معانا. هاخد كده يعني حوالي معلقه واحده بس من بشر البرتقان. وبعد كده بقى اي حشوه عندك هنبتدي نوزعها عليها. انا حشيتها بمعلقه من السكر وعليها شويه جوز هند شويه زبيب وشويه سوداني. ممكن لو بتحبوا طعم القرفه رشوا كمان رشه قرفه لو عندك اي مكسرات عايزه تضيفيها. بعد كده هلفها على شكل رول كأني كده بعمل فايش او رغيف فينو كبير. هبرمها وهلفها كويس جدا واقفلها من الطرف. وبعد كده بقطعت العجين هقسمها لنصين بس مش هوصل للاخر، يعني هسيبها متصلة من الاخر، مش هقطعها لحد النهاية. وهخلي الفتحات كده لفوق علشان الحشوة ما تسقطش، وهبتدي الفها حوالين بعضها داير ما يدور كده بنفس الشكل موضح بالفيديو بالشكل ده، يعني كأنها بريوشة كده كبيرة. وهجيب الطرف هلزقه او هدخل الطرف كده من تحتها علشان ما يفكش اثناء التسوية. وجبت صينية صغيرة اللي هي بتاعة التشيز كيك اللي بتتفتح، او ممكن اي صينية. والمهم ان الصينية بتاعتي دي مقاس 18 وكانت مناسبة جدا لحجم الفطيرة بتاعتنا. دهنتها دهنة زبدة بسيطة، ممكن نغلفها بورقة زبدة. وهغطيها وهسيبها لحد ما تخمر مرة تانية وتضاعف حجمها، بقت بالشكل ده. بعد كده بقيت معلقة الزبدة اللي انا دهنتها بيها هبتدي كده انقط عليها نقط بسيطة على الوش. وده علشان اساعد انها تاخد لون احمر، او لونها يعني يبتدي تاخد اللون الذهبي الحلو بدون ما تقعد وقت كبير في الفرن. مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هتدخل في النص على الشبكة، هتقعد تقريبا من 25 ل 30 دقيقة وهتطلع بالشكل الخطير ده. وعلشان تطلع قطنية كده واسفنجية وهشة وكمان طرية جدا، اهم خطوة ان احنا اول ما نطلعها من الفرن نغطيها ونسيبها 10 دقايق البخار يتكتم جواها ويطريها. وبعد كده بقى نقطعها ونقدمها جنب كوباية لبن او كوباية شاي بلبن في فطار او في عشاء. تحفة بجد والله، تحفة جدا جدا. قدرنا نعمل حاجة حلوة بمكونات بسيطة وخطوات بسيطة، مخدتش لا وقت ولا مجهود. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. هكتب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف وهستناكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.